ستات كتير جدًا من مجتمعنا ومن العالم العربي ومن العالم كله غيّروا مجرى التاريخ وصنعوا حضارات وقدروا يعملوا إنجازات واكتشافات ما حدش غيرهم كان قادر إن هو يعملها. وأنا هنا يا عزيزي مش باتكلم على كليوباترا وماريا كوري وإيميليا إيرهارت. هو أنا إيه اللي جابني عند الدحيح؟ إيه اللي جاب دي في إيدي أصلًا؟ يالّا، المهم ميلاني رئيسة وزراء إيطاليا، الوعي اللي معاه عقل وقلب في نفس الوقت، مش بس لإن هي أول ست توصل للمنصب ده في إيطاليا، لكن لإنها كسرت الحاجز ده عند الإيطاليين وأثبتت إن القيادة ما بتتعارضش أبدًا مع الأنوثة. She's a beautiful young woman. الملكة رانيا، الجمال اللي أعمق من أي تاج، بتتكلم عن التعليم وعن المرأة وعن المستقبل، وفي كل مرة بتخليك تحس وتتأكد إن الجمال رسالة مش بس مظهر. الأميرة ديانا، الإنسانة اللي خلت الرحمة تبقى موقف سياسي مش بس إنساني، اتكلمت مع مهمشين ولمست الجروح من غير ما تبقى خايفة، وسابت بعد رحيلها دروس في الإنسانية وفي السياسة. ماريا صعب، هاي بريفورمانس كوتش، وعي سابق عصره، بتعلم الناس من العالم كله ازاي يكتشفوا نفسهم صح. والاحلى انها بتخلي النجاح رحله وعي مش سباق وصول. انغام الفن اللي بيخليك تحس ان كل حاجه ممكن تهون، كل كلمه بتغنيها هي عايشاها، بتضحكك وتعيطك وتديك الامل في كل لحن من الالحان اللي هي بتغنيها. والحقيقه ان الاسامي دي كلها على سبيل المثال وليس الحصر الستات في العالم العربي والمصري والعالم كله بالملايين غيّروا حاجات يمكن ما حدش غيرهم كان ممكن إن هو يغيّرها. عايزكم تكتبوا في الكومنتس تحت مين أكتر ست شايفين الكلام ده ينطبق عليها، وقولوا لها شكرًا.